سموها الطريقة رقم 1 للفراخ المحشية بالرز والكبد والقوانص بأسهل طريقة من غير تحمير ولا قلي ولا حشوة تنزل في السلق. شايفين الحلاوة؟ مستوية وزي الزبدة. تعالوا نشوف الطريقة. فراخ بلدي وزنها صغير، طبعا نفس الوصفة تمشي على الفراخ البلدي حتى لو وزنها كبير، بس نوصي المكان اللي بنجيب منه ان هي ما تكونش مفتوحة قوي من البطن عشان دي للحشو. غسلتها وصفيتها كويس وعصرت عليها الليمون، بيفتح لونها وكمان بيخلي ريحتها حلوة. تعالوا بقى نعمل خلطة البصل المتبل اللي هيخلي طعم الفراخ من جوه احلى. بصلة كبيرة مبشورة ناعم، رشة فلفل اسمر عليها واقلبها. هجيب الفراخ بعد ما صفيتها كويس، هتاكد ان هي مفصولة كويس ما بين الجلد واللحم. خد بقى البصل المتبل ونخلط بيه كويس قوي الفراخ من جوه وتحت الجلد. الخطوه دي بتخلي ريحه الفراخ حلوه جدا بعد التسويه، وكمان طعم اللحم بتاعها كده بيكون اطعم بكتير. سيبه شويه كده من البصل المتبل على جنب، هنشوف هنعمل بيه ايه. حشوه الرز بقى بالكبد، طاسه على النار، معلقتين سمنه على معلقتين زيت، واول ما يسخنوا ننزل ببصله حلوه كبيره كده متقطعه ناعم، هشوح فيها لحد ما تاخد لون. انزل بالكبد والقوانص متقطعه صغير مكعبه هريسه، اخلطهم كويس مع بعض، وبعدين ننزل بمعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، 7 بهارات، كزبره ناشفه وبابريكا، ورشه قرفه. القرفه مهمه قوي هنا في اللون وفي ريحته كمان بعد ما يستوي. بعد كده جبت الرز المصري، فرختين دول ممكن ياخدوا نص كوبايه، بس انا عشان بحب ازود الحشوه فضفت كوبايه ونص من الرز وشوحت لحد ما اتغلف بالخلطه. هبدا اضيف الميه سخنه تدريجي، وعشان تسهلوا على نفسكم ضيفوا ميه تكون اقل من مقدار الرز بحاجه بسيطه. قلبوا لحد ما تشرب الميه، وظبطوا الملح يكون مستوي تقريبا 80%. هتطفوا عليه وتسيبوا الحشوه تبرد. تحشوا بقى منطقه البطن وتحت الجلد بس ما تكتروش، وكل ما تحشوا كده بالذات تحت الجلد توزعوا وتطلعوا الحشوه على الرقبه عشان تبقى حلوه مش مكتومه، وكمان ما تتفتحش مني وقت السلق. اقفلها بنفس الطريقه كده او تربطوا الرجلين. رجعوا كده الجناحات لورا. الاول اي حشوه اتبقت مننا هنهدي النار عليها لحد ما تستوي. ميه سخنه وهضيف فيها البصل اللي قلنا نشيله على جنب، بصلايه واي توابل عندكم، حب ورق لورا، وسيبوه يغلي دقيقه واحده. خلطه البصل متبل كفيله لما يغلي ان هي طعم الميه. ننزل بالفراخ، بتكون الحله واسعه كده يا جماعه، سيبوها لحد ما تستوي، بتاخد ساعه الا ربع حسب برضو حجم الفراخ. ملح بقى وفلفل اسمر لحد الشوربه ما تبرد علشان اقدر اخرج الفراخ. عشان كده قلنا ما نسيبهاش اكتر من ساعه الا ربع. الخلطه الحلوه دي معلقتين من الصلصه، على فلفل اسمر وشويه شوربه، 3-4 معالق زيت. حطيت الرز اللي قلت لكم عليه انا سويته، وبعدين حطيت الفراخ وهدهنها بالصوص الخطير ده، بيخلي لونها وطعمها كانها خارجه من شوايه، وشوايه على الفحم كمان من حلاوه لونها. على طول ندخلها تحت الشوايه مش الفرن لحد ما تاخد لون القمر اللي انتوا شايفينه ده. احسن من احسن مكان بناكل فيه فراخ مشويه خطيره. رشه البقدونس المحترمه دي بس كده. شايفين الحلاوه بجد خطيره جدا. ولا تقولي لي بقى مطاعم احنا بنروح ناكل فيها الكلام ده، ولا اي حد هيعرف يعملها احلى منكم بعد كده. قدمت معاها الكشك الالماس ده او كشك المازيه زي ما بتقولوا، طريقته في الفيديو السابق. خطير. أكلة مصرية أصيلة بطعم وريحة زمان. جربوها، ولو عجبتكم تقولوا لي رأيكم في كومنت جميل زيكم. وصحتين وهنا يا رب.